لك بعد كل هالعمر وبعد كل هالصبر يتجوز علي؟ لك شو بدي اقول؟ شو بدي احكي؟ يا مو اهدي وطولي بالك. لك شلون بدي اهدى؟ شلون؟ ابوكي طلع متجوز علي عم تقولي لي اهدى، شلون بدي اهدى؟ لك ومسكنه بالبيت اللي جنب المحل، تخيلي. هذا كل يا ربي دخيلك، يا ربي دخيلك. لا لو ما موسفي قالت لي ما دريت، لك ما عرفت، لك مثل الهبله انا. الحمد لله على السلامة. أهلين وسهلين يا عريس، إن شاء الله ألف مبروك. مبروك لجوازة تقبرني. لا 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 لا، ليش؟ صلغتينا لأبوكي، صلغتيله تقبريني اتجوز على أمك. ولازم الرد؟ بسم الله الرحمن الرحيم. نقزتني. لك أنت شو بدك مني؟ شو بدي منك؟ بتعرفي إنه أنا بدي إياكي. وأنا قلت لك طالما ما عندك بيت لحالك ما باخدك بنوب بنوب. لك شو أعمل لك؟ أسرق قتل قتيل لحتى أجيب لك بيت؟ لا لكن أنا أسكن مع أمك وأخواتك الستة. لا تحلم. بعدين أنا شكلي الله أعلم رح أنخطب عن قريب. قسما برب العزة إذا بيصير هذا الشيء وبيكون عندك عر أولاد منه لا قتلك وقتله. اوعك يطق لك عرق، ناقصني فرق أنا. روح. ابتكار ابتكار، وين بدي اشرب شاي. ابتكار طيب. اجا الشاي. عود خليك مرتاح. عود انا بعطيك. عود. عجبك الغداء تقبرني؟ طيب لك ان شاء الله صحة وهنا. طيب صحتين يا تقبرني. خذ هضي هي صحتين يا عمري انت. أمي أنا يلي بنتك مو هو. ناوليني كاسة شاي مثله. نهلا كبري عقلك، شو صار لك؟ شلون بدي كبر عقلي؟ شلون هو اخذ كل الدلال كله وتاركتيني وهاملتيني على الاخر؟ لك انت مالك بحاجه دلال، هو اللي بحاجه. هو بحس حاله منبوذ وكل الدنيا بتكرهه. بعدين هذا وصية امي الله يرحمها. يا بنتي يا افتكار عباده بامانتك. اي والله حفظتها لهالدباجه حفظتها. لك يا عيب الشوم عليكي. ابي شاي. ايه هلا بشرب تقبرني. لك يا عيب الشوم عليكي. ايه سماويه مثل ابوكي بالضبط. على فكره امي بجوز ما حدا بدق بابنا لحتى يطلب ايدي لان بخافوا يطلعوا اولادي مثله. لك يا عيب الشوم عليكي. لك شو ذنبه هذا المسكين؟ بعدين ما فيه شيء، هو كل مشكلته انه بس لسانه تقيل وبياخذ على رجله شوي، هي كل القصه. طيب ما دام هيك عين الله عليه جوزي وريحينا منه امي. ما حدا بيقبل، ما حدا بيقبل ياخده. انا بتجوز. بتجوز. انا احب اختي. ايه تقبرني، انا بحبك كثير. شفتي هي طلع فهمان علينا. الله يسامحك. ايه اشربي. شبكي يا عمو. ما بعرف ليش قلبي مو مطمن له لابوكي ابدا. عم يغيب كثير على البيت، حتى على الغدا ما عم ياكل معنا. حتى انت منتبهه؟ ايه منتبهه. كنا نقعد نسهر نضحك، حاكي هلا ولا ابدا. شو بقول انا لك؟ ابوكي كثير متغير علي. انا مرته اللي طول عمري متعوده عليه فارقته كثير. يا مو طيب بلكي هو متضايق لانك طول الوقت عم تهتمي بخالي وهاملتيه. لا هو ما بيفكر بهي الطريقه. حتى انا مره يعني قلت اذا متضايق منه قلت له اذا بدك باخده وبحطه على اخي الثاني، ما رضي. قال لي متعود عليكي حرام. عن حقها هيك اي والله ابوكي قلبه كثير طيب وما بيهون عليه. بعدين كمان مره قال لي انه بجوز رزقتنا بهذا البيت جاي من شانه. انك ايه خلصنا لكن يا مو بيكون تعبان او متضايق من شيء بشغله، روقي ولا تشغلي بالي. ولك عروس يا عيني على هالجمال. وعلى الرقه هي. عجبتيني. ولك بتعجبي السلاطين، لك بتجنني بتطيري العقل. انا هلا حسيت حالي اني عايش. والله الحق معك. شنو هو ما حكيت لي انه الوضع عندك بالبيت بطقق وبس. قولي بيفليش. الله وكيلك هاملتني وما بتسأل عني. عين تراها راكدة ورا أخوها هذا الأهبل وعم تدلل فيه. عليها إن شاء الله. والله ما معها حق، بس بتعرف لو ما عملت مرتك هيك ما كنت تجوزتني. فكتر خيره لهالأجنبي اللي حاوينه عندكم بالبيت. الله عليك شو نهفة. إيه جمالك. بيخلي الحجر ينطق. أصلا أنا ما كنت لحضر على افتكار.
ابن عمي انت بدك تكتب لي هالبيت باسمي، بدي اضمن حقي انا. حقك يا روحي، وخاصة انت صغيرة ونغنوغة وبتستاهلي كل خير. بس وينك؟ مو بكرة متى ما سجلت لك البيت باسمك تهمليني وما تدلليني. والله رح ازعل منك. بدي دللك دلال ما شفته بكل حياتك، وغنشك وارقص لك وافقش لك، بس لانك حتكتب لي هالبيت باسمي بتحقق لي حلمي ابن عمي. بدك يلعن ابو الشغل وساعته. روحي ورجيني الدلال على اصوله، ورجيني اياه. عمي يلا بدي على بعضي انا، لك تقبل عيوني. لك مو حرام عليه؟ لك بعد كل هالعمر وبعد كل هالصبر يتجوز علي؟ لك شو بدي اقول؟ شو بدي احكي؟ يا ماما اهدي وطولي بالك. لك شلون بدي اهدى؟ شلون؟ ابوكي طلع متجوز علي عم تقولي لي اهدى، شلون بدي اهدى؟ لك ومسكنه بالبيت اللي جنب المحل، تخيلي. هذا كل يا ربي دخيلك، بيفهم. يا ربي دخيلك. لا لو ما موسفي قالت لي ما دريت، لك ما عرفت، لك مثل الهبل هذا. الحمد لله على السلامة. أهلين وسهلين يا عريس، إن شاء الله ألف مبروك. مبروك لجوازة تقبرني. لا 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 لا، ليش؟ صلغتينا لأبوكي، صلغتينا تقبريني اتجوز على أمك. شو مين اللي قالكم؟ مو هذا المهم، مو هذا المهم مين اللي قالنا، المهم أنك تجوزت علي. لا ومسكنها بالبيت اللي جنب المحل. يا ريت لك مو هذا البيت يلي كنت بدك تسجله باسمي؟ ايه بلا، رح اشتري لك واحد ثاني. والله؟ لأنه هذا البيت كتبته باسم خالتي. شو؟ كمان كتبت لها البيت باسمها؟ لك روح الله لا يسامحك يا غشاش، لك روح يا ندل الله لا يوفقك. أنا ندل ولا يخرب بيتك من حالك. عصمان هلا ارجع له. بقى روحك من وجهي. قصدي مع قصدي معدي أنا تضربوا منكم لبعض. بس ده عمى. يا حلالي يا حلالي، لك واخيرا صار عندي بيت باسمي الي لحالي، خلصت من فقر اهلي، واخيرا بعدين شو فيها يعني اذا اخذت انا اكبر مني. شو فيها؟ بضل بيغنجني وبيدللني. يا هناك يا زمرد. ايوه مين؟ افتحي لك زمرد، افتحي بدي احكي معك كلمتين. خالد يبعت لك حمى، شو جابك لهون؟ افتحي لأقول لك شو اللي جابني. لا والله ما حذرت، انا هلا ست مجوزه، ما بصير احكي مع رجال غريب. غريب قلتي لي؟ هلا صرت غريب؟ لك يا حوينة حبي إلك، بس بتعرفي شو؟ بسيطة، نهايتك على ايدي حتكون، والله لخلص عليكي. عم تهددني يا واطي؟ ايه ماشي، دبالك عن جوزي، انقلع يلا انقلع. عمرك ناقصني فقرك. هذا الكلب هددك؟ أنا بعرف شغلي معه. لا والله يا ابن عمي ما بتروح وبتوسخ ايدك فيه، روح لعند الكراكون انت وبلغهم هن بيتصرفوا معه. معك حق، أنا رح أروح على الكراكون وخليهم يعملوا له فركة إذن وما نخليه يقرب ناحية البيت نهائياً. ايه وانا بكون جهزت لك الغداء. ماشي. يا زمرد، وينك يا روحي؟ وينك يا حياتي؟ أنا جيت يا موجة قلبي، وينك يا زمرد؟ الله يرحمه. بمين بتشك؟ ما في غيره سيدي، خالد عندي بالكراكون. يعني كيف بالكراكون وعم تشك فيه انه يقتلها؟ سيدي بيكون باعت حدا لحتى يقتلها. خالد انا مشدد عليه الحراسه، ممنوع يشوف حدا وحدا يشوفه. إذا كان مين له مصلحة غيره يا سيدي؟ هو اللي هددها ورا الباب. امشي معي على الكراكون، بدي افهم شو القصه من طقطق لسلامة. بأمرك سيدي، بأمرك. الله يرحمك، الله يرحمك، رحمة الله عليك. شريك خنقتها. لك مين هي اللي خنقتها؟ مين؟ مرته مرته لمين؟
هذا جوزك. خنقتها لك شو عم تحكي انت؟ تقبرني وبعدها طلع فيني. انت خنقتها انت؟ ايه سألوا. لك ليش هيك؟ مروح خنجر. لك ليش هيك؟ لا تقبرني. مروح خنجر. حدا شافك؟ حدا شافك؟ لا تحكي قدام حدا. لك لا تحكي قدام حدا. تقبرني لا تحكي. بيقتلونا انا وانت. نوب وعدني ما تقول قدام حدا مشان الله. توي. يا ربي منك يا ربي منك. لا تحكي قدام حدا الله يوفقك. ايه تقبرني. وانا بحبك. انت شو جابك لعنا لهون؟ اساسا كل اللي بلا منك ومن جوزك. ليش شو دخلوا جوزي لا تحكي عليه؟ بعدين انت كيف بتجيب سيرة الشيخ على لسانك وهو من كبار الحارة؟ يبقى كبير بلا صغير طلعوا من هالبواب. ليكي بتقولي لجوزك كلمتين، بيقول لك حسي اذا بتطلع بوشه بالحارة دير وشك ورجع احسن لك، لانه اذا لقطته بدي اعمل عي له اول ما له اخر. قلتي لي قلبه طيب؟ ان شاء الله بتروحي دعس انت وياه. والله يا خالتي ام غالب حسي مو قصده. ايه روحي هيك. ايه والله حتى تموتي بين ايديه. قومي ابن عمي. شوفي ولا بساطور. ابن عمي بس عم فيقك لانك بتضلك نايم بارض الديار. طول بالك. شو معصب؟ ما بصير تضلك نايم هون كل لك انا كم مره قلت لك لا تفيقيني فجاه، كم مره قلت لك اذا بتشوفيني نايم بس ولا بالشارع ولا بنص البحره، لك لا تفيقيني يا بنت الحلال، لا تفيقيني لعما ضربك صحيح. ابن عمي والله عم بحكي مشانك، يعني دائما هون مو معقول. مو شغلتك هي، لا من شاني ولا غير من شاني، قلت لك ما بتفيقيني يعني ما تفيقيني، انا هيك بنام على كيفي وانت ما بدي، صبح مسا عصر على كيفي يا عالم. ايه يعني سهر بالليل وسكر وشرب وبدك يعني ما اتضايق؟ لا تقلق، لا تياه، روحي من وشي روحي، لك روحي. والله يا ابن عمي قال المسكينة صار لها أسبوع ما طبخت طبخة ومقضيتها على النواشف. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لعنة الله عليك رجال خسيس، مرة مثل الوردة المفتحة لسه تبعت شبابها. حرام يصير فيها اللي عم بيصير. اي والله حرام. اما قالت لي انه المسكينة عم تقضي كتير. واهلها ساكتين. ما راحوا ياخذوها من بيت جوزها وريحوها منه. يوه ابن عمي انت شيخ وبتعرف انه ابغض الحلال عند رب العالمين هو الطلاق، والطلاق ماله سهل. ايه بعرف هالشيء، بس الطلاق من هيك بني ادم امر واجب وحلال. يعني هلا حلوه انه تحمل منه وتجيب ولد وتنبلى فيه. والله اهلها بدهم يطلقوها بس هي مو رضيانه. ايوه، وليش مو رضيانه؟ لانها بتحبه وبتريده. بعد كل شيء عم يسوي فيها بتحبه وبتريده؟ ايه، ولو ما بتحبه ما بتقعد عنده دقيقه واحده. وعلى نفسها جنت براقش، خليها تتحمل لك. نحن ما لنا غير ندعي لهم. كل هالقد بتحبي لك هديه؟ شو بحبه يا خالتي ام غالب؟ ايه والله روحي معلقه فيه. هلا هو صحيح عصبي واخلاقه بروس مناخيره وماشي بطريق الضلال وبيشرب وبيسكر، بس وحياة الاولياء الصالحين انه قلبه مثل الولد الصغير صافي وابيض مثل الحليب. والله ما بعرف شو بدي اقول لك. الله يصلحه ويهديه ويفرج عليكي. امين يا رب العالمين. حلو عنا يا شو هالحالة هي، الواحد يمشي الحيط ويقول يا ربي سترة، تطلعوا له قصص ما له فيها. ابن عمي لا تفوت عنا ضيوف، عنا ام غالب مرت الشيخ عم تطمن عليه. انت شو جابك لعنا لهون؟ اساسا كل اللي بلا منك ومن جوزك. ليش شو دخلوا جوزي لا تحكي عليه؟ بعدين انت كيف بتجيب سيرة الشيخ على لسانك وهو من كبار الحارة؟ يبقى كبير بلا صغير طلعوا من هالبواب. ليكي بتقولي لجوزك كلمتين، بيقول لك حسي اذا بتطلع بوشه بالحارة دير وشك ورجع احسن لك، لانه اذا لقطته بدي اعمل عي له اول ما له اخر. قلتي لي قلبه طيب؟ ان شاء الله بتروحي دعس انت وياه. والله يا خالتي ام غالب حسي مو قصده. ايه روحي هيك.
اي والله حتى تموتي بين ايديه خاطري. مو شغلكن. ابن عمي لك ليش هيك حكيت مع المخلوقة؟ لك والله ما بيصير عيب فوق ما انا جاي تطمن عني، والله كانت عم تدعي لك الله يهديك، لك انت حارمني من اهلي كمان بدك تحرمني من الجيران. هاتي اذنك لشو؟ انت ما بدك تتعلمي تسدي حلقك ولا ايه؟ روحي ما لها اضحك قتلي هلا، روحي موشي. بالله شو هالسلامات، الله يهديك ويركنك ويعقلك يا رب. خلصنا هدية، خلصنا هدية. عمل لك خلصنا. سامحيني هدية، إن شاء الله سامحيني. قسما بالله العظيم ما كان قصدي إنه أكسر بخاطري، بس كنت جاي من الحارة مشاكل وهي، وكنت متقل شوي بالمشروب يعني، وأنت عصبتيني. ليش عم تعصبيني؟ خلص سامحتك، بس والله أنا بدي إياك تترك هذا السم الهاري، بدي إياك ترجع لعقلاتك يا حسني، والله شي ما طبيعي. والله العظيم يا هدية أنا ضايع مخربطك، ضايع شفايت بالحيط. قسما بالله العظيم أنا كثير موجوع. سلامتك يا روحي، حريته الوجع لقلبي. بعيد الشر عنك، لك بعد كل شيء عم بعمله فيكي لساتك بتحبيني وبتخافي علي وبتدعي لي كمان. انت جوزي وروحي، وما بدي غير الله يهديك. الله يهديك يا حسن. آمين آمين يا رب. صافي يا لبان. ابن عمي، ما حدا رضي يعطيني الدواء تبع الوصفة، لأنه المختار مطالع في رمان أي حدا بيتعامل معك أو بيبيعك أي شيء بده يتعاقب. ورحت لجيب لك زهورات وبابونج من عند الجيران، دقيت عليهم باب ما حدا رد علي. شو اللي عم بيصير؟ ولي على قلبي، حرارتك مثل النار، لو مساوي لك كمادات. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. تفضل ابن عمي تفضل. بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. خير الحمد ابن لله. عمي خير. الله يجعلك بخير. شفت منام كثير مزعج يا ام غالب، كثير مزعج. خير الصلاة على النبي، شو هو هالمنام؟ اللهم صل على محمد وآل محمد. شفت حالي بطريق معتم ما في جنس الضوء يا بنت الحلال. ترفعي اصبعتك ما بتشوفيها، صوت ديابه تقطع القلب. وانا ماشي هيك بهالطريق طلع لك قدامي ولد هيك صغير مثل الملاك لابس ابيض بابيض. طفل كان كتير جميل، طلع فيني هيك وبحلق فيني بعيوني وصرخ علي وعم يرفع اصبعته بوشي. قال لي يا ابو غالب
مو انت اللي بتدخل الناس على الجنة. خير، اللهم اجعله خير. شو معناته تفسيره هالمنام؟ تفسير هالمنام هي رسالة من رب العالمين يا بنت الحلال، بتقول انه مو نحن اللي بنعاقب الناس وبنقول هذا اللي بيفوت على الجنة وهذا ما بيفوت على الجنة. لا حول ولا قوة الا بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تهدي من احببت الا الله يهدي من يشاء. وهلا شو رح تعمل؟ رح روح على الحارة وشوف المختار والغي الفرمان، روح لعند حسني شوف شو ناقصه، والله يهديه بجاه لا اله الا الله. خاطرك. الله معك ابن عمي. يا اهلين وسهلين بشيخي، شرفت ونورت. تفضل. الله يزيد فضلك. الله حياك يا شيخي، نورت بيتك. الله يرضى عليك يا ابني يا حسني. مريت لعندك على البيت مريتك، اتي حربتك انك بالحاره اللي ورا البيت. رحت لهنيك مشان شوفك، لقيتك بالخرابه مع طفل صغير لابس ابيض، وشه مثل الملاك. مين هالصبي يا حسني؟ هذا ولد يتيم ما له لا اب ولا ام، عايش بالجوامع والسقايق وشوي بالخرابه، بدبر اكله من هون ومن هون. انا كل يوم جمعه باخذ ضرب طريق وبروح بدور عليه، وين بلاقيه بقعد معه، حاكي كلمتين حلوين، بمسح على راسه وبشبره بخاطره وبحمل حالي وبرجع. بس انت ليش عم تسال عنه؟ شفته بمنامي يا حسني. أنا ظلمتك بالكلام قدام زوجتك هدي، قلت لك ما بتستحق تفوت على الجنة. اجى الصبي بمنامي ليعاقبني ويقول لي مو انت اللي بتفوت الناس على الجنة ولا انت اللي بتقرر هذا الشيء. اللي ما بيعرفك يا حسني بيجهلك. انا ما بعرف انه فيك كل هالانسانيه العظيمه هي. يمكن الشيطان وسوس لك انك تشرب وتسكر، بس اكيد ربنا رح يهديك، لأنك كتير أنت قمت بفعل الخير مع الطفلان. أكيد في لك أفعال تانية تغفر لك اللي سويته. سامحني يا ابني، سامحني. الله يسامحك شيخي، بالعكس أنا اللي كنت غلطان. أنت ما عملت غير الصح، وبإذن الله هيك نتوب لرب العالمين على ايدك ان شاء الله. الله يهديك وبإذن الله سبحانه وتعالى الهداية من عنده. نادر، وبتعرفي انه ابو الباشا عطيه صلاحيات كتير كبيره، ما رح يسكت اذا عرف انه عرسك على ابن عمك بكره. بدي اياك تديري بالك على حالك، الله يخليكي. سلوى، قلقتيني، شغلتي بالي. سمعاني شي انتي؟ بصراحه يعني ما بدي انزع عليكي فرحتك، بس البيك بعتني لعندك خص نص حتى هددك وخوفك، وقول لك انه يمكن ما يمرق فرحتك على خير. شو هالحكي هاد؟ واحد وما بدي اياه، شو غصب عني يعني؟ هيك بده يضل عم يلاحقني؟ يا ربي دخيلك، يا ربي دخيلك. شو بدي اعمل؟ شو بدي اعمل يا ربي؟ رح اقوم ساوي لكم فنجانين قهوه وانتم تفهموا عملكم. الله يسلم ايديكي. شو زمرات خجلانه
لك ان شاء الله بتقبري قلبي. ايه والله ماني مصدق امتى تكوني عندي بالبيت لتنوري البيت كلياته. لك الله يخلي لي اياك يا ابن عمي، وانا كمان مالي مصدقه امتى اصير ببيتك. بس بصراحه ما بخفيك يعني خايفه ومرعوبه كثير. شيء من شو خايفه لك زمرو؟ اليوم اجت لعندي سلوى رفيقتي وحذرتني كثير من ابن الباشا، وقالت لي انه مو ناويلي على خير، عم يهدد ويتوعد. وبيني وبينك كمان انا اليوم شفته بالصقاق، واجهني وهددني ورعبني كثير. لك انت شو طلعك لحالك؟ شو طلعك؟ لك كنت عند الخياطه، فستان العرس مو خالص ولازم اغراض كثير من شانه. حملت حالي ونزلت على السوق، طلع بوشي شو بعمل، بس متت رعبه منه، كلامه كثير كان قاسي. خلص حبيبتي، خلص ما بحب شوفك هيك بالمره. لا تخافي طول ما انا موجود، وحياتك اللي بيرميك بورده برميه بفشكه. ومن اليوم ورايح انا رح لازمك بمشاويرك، ويسترجي يقرب منك مره تانية لتشوفي قدامك شو انا رح اعمل لك فيه. المهم انت لا تخافي من شيء. احلى يوم بحياتي خرب اليوم يا ماما، اليوم اللي صار لي سنين عم بحلم فيه. خطيبي وابن عمي تركني واختفى، وامتى ليلة عرسي وشمت الدنيا كلياتها فيني. يا بنتي، فارس باعت خبر لأمه إنه ابن الباشا هدده بالقتل إذا كان ما بيتركك وبيبعد عنك. مشان هيك لقى أحسن حل إنه يسافر برات البلد، وقايل لأمه رح يبعت ياخدها لعنده، وما ناوي يرجع على الحارة بنوب بنوب. شو يعني؟ خاف على حاله وما خاف علي؟ خاف على حاله وتركني وراح؟ مشان هيك يا بنتي عم قل لك لا بقى تفكري فيه. يعني فارس يا بنتي شاب وبيخاف وكل شيء، يعني حق معه. لا أنسب حل إنه يهرب. شو بده يعمل يعني؟ لا بقى تفكري فيه تقبريني، لأنه بده يهرب من ظلم الباشا وابنه. والله ما بعرف شو بدي اقول لك يا زمرد، بس فارس خلص ما عاد يرجع. وبصراحة البيت لساته رايدك، وبعتني حتى خبرك انه بده يجي يطلب ايدك، وانا من رأيي الموضوع مستاهل انك تفكري فيه. يعني لو ما كان بحبك ما كان ضل هلا مصمم عليك ورايدك بعد كل هذا الوقت. واهل الحارة كلهم عم يحكوا انه فارس طلع جبان وتركك وهرب من دون ما يفكر حتى شو ممكن يصير فيكي. اما البيك طلع اصيل ووفي، فانا من رأيي تفكري وتوافقي. وقول لك هالكلمتين اهل الحارة كلهم شمتانين فيكي. قولي له للبيك اني موافقه، بس اني الامور كلياتها بسرعه، هذا شرطي الوحيد. تكرمي. ابن عمي، أنا حابة أحكي معك مشان موضوع الضريبة، بس بصراحة مترددة، خايفة إنه تعصب علي. هلا أنت بدك تحكي معي أنا بموضوع الضريبة يا زمرد خانو؟ عشنا وشفنا والله. هاتي سمعينا شو بدك تقولي. بصراحة ابن عمي كل أهل الحارة عم يشتكوا من موضوع الضريبة، يعني عم بيقولوا إنه كتير كبيرة عليهم وما بتناسب دخلهم، وبصراحة كمان عم يحرموا حالهم ويحرموا أولادهم من كتير شغلات لحتى يقدروا يأمنوها. لهيك قلت بحكي معك، يعني بركي بتحكي مع والدك الباشا إنه ينزل من الضريبة أو يلغيها، يعني بيكون أحسن.
ولك انت مين مفكرة حالك ولك؟ مين مفكرة حالك حتى عم تحكي معي بهذا الموضوع؟ ولك انت اصلك تحت دون، ولك انت من الرعاع. انا عم حاول ارفعك واعملك من الزوات، بس انت بتحني لاصلك الواطي. اوعك تحكي بمشاعر هدول الناس، لانك انت ما عاد الك على فيهم. شو امي؟ ان شاء الله فك اسرك هذا اللي ما بيخاف الله حتى بعدتي ورانا. لا والله يا امي لا، قاعده معكم وماسكه قلبي بايدي، بس بيني وبينك اردفت الخدم كلهم لحتى اقدر اشوفكم على راحتي، احكي معكم. انتوا كيفكم؟ شو اخباركم؟ نحن مناح ومنيح اللي بعدتي ورانا، لأنه لازم تعرفي إنه أهل الحارة بدهم يقوموا ضد الباشا وابنه، ويمكن يجموا بأي لحظة. الله يخليكي أنت قعدي بغرفتك ولا تقاتي بأي حركة. برضاي عليكي يا بنتي، ديري بالك على حالك. هاي الضريبة جديدة خلت العالم تجن وما تكن، وكل العالم ما لهم سيرة غير الباشا وابنه، وما بيعرفوا كيف بدهم ينتقموا منه. والله أنا خايفة عليك تروحي بين الرجلين. لا تخافي يا مو، لا تخافي، إن شاء الله ما بصير هيك شيء يا ستي. وحتى لو صار لك على الأقل بخلص من هذا المتعجرف الواطي، لك اللي شايف حاله علي وكل الوقت عم يعاملني أسوأ معاملة. اللي عليكي إن شاء الله. بعد هالطوشة الكبيرة اللي صارت يا بنتي، وبعد ما أهل الحارة شالوا الباشا من منصبه، في كتير ناس مظاليم طلعوا من السجن، لأن الباشا الجديد يكتر خيره سأل عنهم وعرف إنه انحبسوا ظلم بسبب خلافهم مع الباشا ومع جوزك اللي انقتل وما انعرف غريمه. يا مو ما في داعي كل شوي والتانية تذكريني بهالجوازة. والله أنا ما صدقت إمتى أنسى، بس بيني وبينك بحمد ربي وبشكره 1000 مرة إني صرت أرملة من واحد مثل هاد، واحد واطي وندل. معك حق، معك حق تديري وشك وما تطلعي فيني. لك شلون اجى من قلبك تتركني وتروح؟ قدرت تبعت خبر لأمك وتقول لها انك مسافر وانك رح تاخذها معك؟ لك وانا لك ما بستاهل منك رسالة تقول لي شو صار معك؟ تتركني وبتمشي. ولك زمرود، هي رسالة عم تحكي عنها، ولك هذا كله ملعوب من هذا الواطي نادر. ولك أنا كنت رايح وواجه الباشا ورجال الباشا كلياتهم، كنت مستعد اقتل حالي كرمالك، بس بوقتها تكاثروا علي ولادين الحرام، وحدا منهم ضربني على راسي، وفجأة فقت بزنزانة كلها عتم، لا بعرف ليلي ولا بعرف نهاري، وأنا طول الوقت قاعد عم فكر فيكي وما بعرف شو بدي ساوي. ولولا هالضريبة اللي طلعت والناس فارت من الغلا اللي طلعوا الباشا والظلم والقهر، وفارت العالم، انقتل البيك والباشا انحبس، والباشا الجديد اللي استلم طلع كل شي مساجين مظلومين حاططهم الباشا والبيك كان تحت القتل والضرب والإهانة، وأنا كنت من بين هالمساجين، وليكني واقف جنبك. اسمعي زمر، بدك يعني روح كفي حياتي وأنا مقهور وأتذكر كل لحظة عشتها بالظلم كرمال كفي حياتنا، ولا بدك يعني ضل ونرجع مثل ما كنا ونبقى سوا طول عمرنا وحياتنا؟
قضاء حياتي ما بتحلى الا معك. لما تركتي قلبي وقف. هلا رجع اشتغل. يا شباب بالله عليك. قوم ابي قوم شبي. الله لا يوفقه. لك لك هذا انور نزل على بيتنا وبده يسرقنا، ولما شافني نوالي ايدي وضربني على الارض. الله يبنيني على عيونه ان شاء الله. يا رب. امشي يا ابي امشي. امشي على كركون اشتك عليه امشي. ايه لازم يا ابي. امشي يا ابي. الله يكسر ايدك. لا حول ولا قوة الا بالله. ابو جميل لك طول عمره رجال سربست وبيعطي اجرة العامل قبل ما ينشف عرقه. مزبوط مختار، وانا هيك كان يعمل معي بالمرات الماضيه، بس هالمره ما بعرف شو صار له. معناتها اكيد في شيء غلط من عندك او من عندهم. لا مختار، انا من عندي ما في اي غلط، اكيد الغلط من عندهم هن. هلا بنشوف. طيب مختار انا لازم اروح معك يعني؟ معلوم لازم تروح، لكن شلون بدك تدافع عن حالك قدامهم؟ امشي. امرك تفضل. هذا الحكي مو مضبوط بنوب. يعني انتوا اعطيتوه حسابه بالكامل؟ ولا دوز بارة. ليش قريت اكلت حق هذا؟ لا والله اشهد بالله بعمرك ما عملتها. ولا بعملها. والله انا بعرف انه كان شغلي مع جميل، وبجوز هو جميل يعني. شو قصدك؟ يعني انا حرامي وما اعطيتك اياهم؟ لا انا ما بلا هيك قصدك. ما قصدت هيك يا اخي. لك يا جميل لفها بقى. من بعد اذنك يا مختار، انا بدي احكي كلمتين صار لي ساكته عليهم حصه مشان ما يصير مشاكل. احكي يا بنتي احكي. هذا اللي جاي عم تدافع عنه قليل شرف وامانه. شو عامل؟ لما كان عم بيعزل البلاليع ما كان مركز بشغله، وانا اكثر من مره لمحته عم يطلع على اوضتي. اعوذ بالله. والله ما صار هيك. طولوا بالكم شوي. لك يا جميل، لك يا جميل كرمال خاطري يا جميل الله يرضى عليك اتركه. لك عم يبصبص على حريم بيتنا يا مختار. اتركه الله يرضى عليك. ماشي حال يلعب البيت ده. تعال الع. بس طالما وصلت مع كل هون قلوا مني زبطوا. راس لعنة الله عليك. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، الله يسود وشك. عود مختار عود، الله لا يوفق على العمل. قومي على عيونك إلهك. يخرب بيتك عم تفشيني. لك بدي وشعك وموتك. لك ليه؟ ليش ما قلت لي انه هذا الشغيل تبع البلديه حركز فيكي؟ لك لانه ما بدي تصير مشاكل من تحت راسي. بتقومي تفضحي حالك قدام المختار. قولي على عيونك ان شاء الله. لك انا كنت بدي اوقف مع اخي مشان يعرفوا انه هذا الشغيل قليل شرف وامانه وما حدا يصدقه. وليه؟ بس قولي لي عمل لك شيء؟ يو لك شو يعمل لي ما يعمل لي؟ ايه والله كنت ولولت عليه ولميت عليه الحاره. ايوه بري عليكي تربايه امك. تربايتك يا امو؟ ايوه هيك بدي اياكي. قوم ابي قوم شبي. الله لا يوفقه. لك هذا انور نزل على بيتنا وبده يسرقنا، ولما شافني نوالي ايدي وضربني على الارض. الله يبنيني على عيونه ان شاء الله. يا رب. امشي يا ابي امشي. امشي على كركون اشتك عليه امشي. ايه لازم يا ابي. امشي يا ابي. الله يكسر ايدك. لا حول ولا قوة الا بالله. لا عندي ان شاء الله. بتحكي انه تبع البلاليع؟ ايه ليكو جوا عم يشتغل. شو معنا؟ يلا قولوا لي بس شو عامل؟
هيك بتاخذ الواحد شكوا عليك. شو عم تساووا هون؟ ليش واقفين قدام باب بيتي؟ شو جابكم لهون؟ جايين ناخذ مصرياتنا. لك أنا مصاري هي، لك مو هديك المرة لسه أعطيتكم دفعة؟ والدفعة الثانية إمتى بالله؟ لك نوص صوتك أنت وياه، طول بالك، الله وكيلك هلا ما معي مصاري، وأبي ما عم يعطيني ولا ليرة، بس بوعدكم بس ليعطيني دغري أجي لعندكم وأعطيكم إياه. هديك المرة تحججت نفس الحجة، ولما هددناك بالقتل رحت وجبت لنا دفعة وجيت. لك الله وكيلك هديك المرة رحت أخذت إسوارة أختي ورحت بعتها لحتى أمت لكم الدفعة، ووقتها كمان أبي كان عاطيني مصاري مشان أعطيها لشغيل البلالين، ما أعطيته ولا ليرة وجيت أعطيتكم إياها، هي القصة كلياتها عم لكم هلا الله وكيلكم ما معي ما بجيب لكم. هذا الحكي ما بيعبي معي بنوب، إلي عندك 5 ذهبات وبدي إياهم. فهمت؟ ليش عم تصرخ؟ ليش عم تصرخ؟ إلي حق عند ابنك وصاحب الحق سلطان. شو لك عنده؟ 5 ذهبات. سيب. ارجيني على كتافك، الله معك. يلا يلا مع السلامة. فوت شوف. هيك لك. طول بالك يا رجال. اسكتي انتي، اسكتي. هلا بدك تقول لي ليش متضايق من هدول الحشتش مصاري؟ يا أبي أنا ماني متضايق منهم، بس هدول المصاري اللي أعطيتهم إياهم كانوا عم يهددوني إذا ما أعطيتهم إياهم بدهم يفضحوني. يفضحوك؟ بشو بدهم يفضحوك؟ أقسم بالله العظيم يا والله هن ورطوني. بشو ورطوك؟ احكي. أبي في واحد رفيقي بالحارة أخذني قال لي امشي بدنا نروح نسهر سهرة عند رفقاته، على أساس إنه سهرة عادية، وقتها كانوا عم يلعبوا قمار وورطوني وقالوا لي لازم تنزل تقعد تلعب قمار، وأنا لعبت وقتها خسرت كل شيء معي وصرت أتدين منه، ومشان هيك صاروا يهددوني مشان رجع لهم مصرياتهم، ويهددوني انه بدهم يجوا يقولوا لك او يروحوا يشتكوا علي للكركون، وانا كنت خايف يجوا يقولوا لك وانك انت تغضب علي وتقلعني من البيت، وهذا اللي صار يا ابي. الله يوفقهم الهي. لك يا حيف عليك، يا حيف عليك وعلى تعبي عليك، يا خسارة. بس تروح معي على الكركون هلا تحكي كل هذا الحكي قدام رئيس الكركون، عم تفهم؟ راس أنور المظلوم بدنا نطالعه، اللي انحبس بجرايرك، حتى لو حبسك محله أنا ما عندي مشكلة. يا عيب شو عليك، امشي قدام اللي شوف، امشي. بدي حسابك بعدين. شو عامله انت وليه؟ اعطيت اسوارتي لاخي مشان يبيع. الله لا يعطيكي عافيه فوق تعبك. يا ما هو قال لي بده مصاري مشان الشغل تبعه. لك تشتغلي بحق جلدك، هيك تشتغلي من راسك؟ ما بتقليلي؟ مشان الله سامحيني يا مو. فوتي نقلعي يلا، فوتي. الحمد لله يا رجال، القصة خلصت عند هيك مو أكتر. ألف الحمد لله. من أول قصة صارت معه لو إجا وحكالي ما كنت خليته يوصل لهالمواصيل هي. صدقني جميل كان خايف منك كثير. ما بصير يخاف، أي شيء بصير معه. مين سنده بهالحياة؟ مين بده يوقف بظهره غير أنا وأنتي؟ لك الله يقويك ويخلي لنا إياك يا رب يا ابن عمي. الله يهديه ويخلي لي إياه يا رب ويفرحني فيه. آمين. يخلي لنا إياك يا أم جميل. الله يخلي لي إياك كمان.